لا يوصم أحد لغناه بأنه تقي ولا يتهم بأنه فاجر، فالغنى هبة إلهية لا علاقة لها بتقوى العبد أو فجوره، كما أن الفقير لا يمدح بأنه فقير من أهل الجنة ولا يذم بأنه من أهل النار، فلا سبيل إلى الجنة والنار إلا بأمرين: الجنة سبيلها الإيمان والعمل الصالح، وغير ذلك سبيل إلى النار. لا علاقة للغنى والفقر والصحة والمرض والعطاء والمنع بالجنة والنار، لكن العطاء الديني هذا لا يؤتاه إلا من أحبه الله. خاتمة الوصايا: اعلم أن الله أرحم بك من نفسك، اعلم أن الله أرحم بك من نفسك، فلا تكلف نفسك ما لا تطيق، وصر إلى الله رويدا رويدا، لكن يبقى أمر: ما استطعت أن تفعله فافعله. لا تترك صلاة الفجر في جماعة، والخلاصة أن القرب من الشيطان مهلكة، والقرب من الملائكة عصمة، والملائكة لا يكون حضورهم أعظم من حضورهم في صلاة الفجر في مساجد المسلمين. إن قرآن الفجر كان مشهودا. أنت لا تراهم لكنهم يرونك، ولأن تخرج من المسجد ولتوك ملائكة عن يمينك وشمالك وأمامك ووراءك، لن يكون حالك حال عياذا بالله من لم يأتي تلك المجامع ولم تره الملائكة ولم يراها. 70 مرة بعد صلاة العصر يوم الجمعة: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. تحكيها 70 مرة عشان ربنا يكفيك بالحلال عن الحرام، ما يحجكش الحرام، ويغنيك بفضله عن من سواك. من لم يخف في الدنيا أخافه الله يوم القيامة. إن لم تكن هذه المواعظ تصل إلى قلب واع وينتفع بها فسيأتي خائفا يوم القيامة، لأن من صفات المؤمنين كانوا في الدنيا يخافون، كانوا يخافون يوم القيامة ويخافون هذا اليوم ويعدون له العدة. وختام الحديث قال: ما أعددت لها؟ السائل لما أتى يسأل قال: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها. كانت الإجابة عظيمة. قال: تخيل، قال: عندي 1000 ركعة في اليوم، أتصدق ب1,000,000، لم أبقي مسكينا إلا أطعمته، ولا عار إلا كسوته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه. أعظم ما يملك هذا السائل. قال: إلا إني أحب الله